السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد فتحي من على قناة بيوز الزوزة. وفيديو النهارده هقول لكم اهم 10 نصائح عشان تبقى لاعب كرة قدم محترف. اول نصيحة هي انك تطور نفسك تكتيكيا. ناس كتير مفكرة ان الكرة بتتلعب بعشوائية. الكرة الحقيقية بتتلعب بخطط وبتشغيل الدماغ. فانت لازم تطور نفسك تكتيكيا. عندك انت لو بتتدرب في نادي والمدرب بتاعك فاهم تاكتكس وفهمك كويس قوي ايه دورك، لو انت لاعب وسط ملعب مثلا، لو انت مدافع ايه دورك وايه الواجبات اللي انت لازم تعملها في الملعب، ده مدرب فاهم وهيطورك جامد جدا من الناحية دي، من ناحية التاكتكس. لو المدرب بتاعك مش قد كده فانت لازم تطور نفسك بنفسك. انت تفتح النت وتشوف ادوارك ايه وتتعلم من اللعيبه الكبيره اللي بتلعب في نفس مركزك وتشوف تحركاتهم عامله ازاي عشان تطور نفسك في التاكتكس. ودي اول نصيحه. تاني نصيحه انك تخلي نفسك طويل، انك تلعب ال 90 دقيقه مستريح جدا. لا مش ال 90 دقيقه بس، لا انت تلعب 120 دقيقه كمان. وعشان تطور نفسك لازم تجري مسافات طويله ووقت كبير. يعني مثلا قول انا هنزل النهارده هجري مثلا 45 دقيقه، وبعدين ايه تطور نفسك اكتر، انا هجري ساعه كامله من غير ما اقف ولا امشي. بعديها انا هجري 45 وبعدين اريح شويه وبعدين هجري 45 دقيقه تاني. بس لو انت مثلا بقالك فتره ما اتمرنتش ابداها مثلا بتلت ساعه 20 دقيقه وبعدين نص ساعه. المهم ان انت تخلي نفسك طويل عشان تقدر تنفذ اي حاجه في الملعب. لازم يكون عندك نفس، وعود نفسك تاخد النفس بمناخيرك وتطلعه ببقك. وفي تمارين بتطور النفس بتخلي نفسك طويل زي نط الحبل وزي التمرين اللي هيظهر لكم ده. تالت نصيحة القوة. القوة هي اللي بتفرق ما بين اللاعب المميز واللاعب العادي. وتطويرها مش بيقتصر بس على الجيم، تطويرها بيعتمد بشكل أساسي على الغذاء. يبقى غذاء والجيم وتمارين القوة. رابع نصيحة هي النفسية. ازاي يكون عندك المقدرة والعقلية اللي هي من خلالها بمجرد ما تنزل الملعب تنسى اي حزن واي مشاكل في حياتك وتركز في الحاجة اللي انت بتحبها بس، تركز في الملعب بس عشان ادائك يكون كويس. خامس حاجة المهارة. عشان تبقى من انهر لعيبة العالم عليك ان انت تتمرن كورة كتير. عليك الاول يكون عندك الموهبة وتتمرن كورة كتير، تتمرن على التحكم في الكورة، تتمرن على المهارة اللي انت عايز تعملها في الماتش كتير، عشان لما تدخل الماتش تعملها بدون تفكير بكل سهولة. انا عاملها 100 مرة قبل الماتش، امبارح او اول امبارح اتمرنت عليها 100 مرة. هل في الماتش هغلط فيها؟ ده انا هاكل بيها اي حد. فانت عليك ان انت تتمرن كورة كتير عشان تبقى مهاري، تمام؟ ومش بس يكون عندك المهارة، لا، المهاري لازم يكون جريء وشجاع، مش خايف ان حد يزعق له، مش خايف ان المدرب يزعق له، مش خايف ان زمايله يتضايقوا. انا هجرب، انا لازم اكون مميز، هجرب، جت ما جاتش مش مهم، اديني قربت، انا كده كده ايه عايز اعمل كده عشان افيد الفرقه برضو. مع الحل الفردي حل مهم جدا في الماتشات اللي بتبقى متلغمه، لما يكون الفريق الخصم كله متجمع عند ال 18 كده. الحل الوحيد بيبقى ايه؟ يا اما شوطه من بعيد، يا اما واحد لعيب كده زي ميسي او كريستيانو زمان او هازارد زمان برضو بالايه؟ بالمهاره يدخل يخترق هوب جول. بس نصيحه بقى، لو عايز تبقى مهاري بجد تختار الوقت المناسب والمكان المناسب. يعني انت ما تبقاش مدافع واخر واحد في الملعب وعايز ترقص، ده مكان غلط. والوقت المناسب ما يبقاش فاضل دقيقه وعندك حلين، ان انت تعمل اوفر او ان انت ايه ترقص. اعمل اوفر، مش هم زمايلك متجمعين عند ال 18، لا اعمل اوفر. يبقى الوقت المناسب والمكان المناسب. سادس حاجه
واللي اوروبا دلوقتي بيعتمدوا عليها بشكل اساسي، الكوره بقت سرعه. في ناس مهاريه كتير بس تلاقيها لما تلعب قصاد ناس سريعه السريع يكسب. فعشان تطور سرعتك لازم تتمرن تمارين السرعه. كل حاجه تطوير، كل حاجه بتتطور. ما تخليش حد يقول لك السرعه ما بتتطورش، لا بتتطور. في حاجات بتخليها تقل، في حاجات بتخليها تزيد. واوعى تعمل الحاجات اللي تخلي جسمك تقيل عشان هتبطأ. سابع حاجه اللياقه البدنيه، ودي بتيجي بالتمارين الاحمال، بان انت تتمرن على الرمله. التمرين على الرمله هيخلي اللياقه البدنيه بتاعتك توب. تامن حاجه الرشاقه. ايه اللي مخلي ميسي زي ما بيقولوا احسن لعيب في تاريخ الكوره؟ انه رشيق. يجري 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 تلاقيه مره واحده برشاقه جسمه اكل الولد اللي قدامه. تمام؟ الرشاقه دي تيجي ازاي؟ ان انت تعتمد على نفسك، ان انت تتحرك كتير وانت قاعد في البيت كده. قوم اعمل لنفسك حاجه تشربها، قوم اعمل اكل، ناول لنفسك الحاجه، ما تخليش حد يناولها لك. غير تمارين الرشاقه بقى، ان انت تحط اقماع وزجزاج، نط، تدخل وتطلع. تمام؟ كمان السباحه شيء ضروري جدا للرشاقه. كمان اللهم صل على سيدنا محمد. تاكل فواكه وخضار، ما تاكلش الحاجات اللي تخلي رشاقتك قليله. تاسع حاجه، ودي غلطه من الغلطات الكبيره اللي عطلت هدفي في الكوره، هي انك يبقى عندك فيديو قوي جدا. وانا صغير مكنتش متخيل ان موضوع الفيديو ده مهم. كنت بعمل حاجات في الملعب محدش يتخيلها، بس المشكله ان الحاجات دي ما اتصورتش. ما كنتش مهتم بموضوع الفيديو ده قوي. فلو انت 16 15 سنه او اكبر او اقل، اهتم قوي بموضوع الفيديو. تاني حاجه، اهتم بموضوع السي في. السي في هو انك تعمل معلومات. ايه الانديه اللي انت لعبت فيها كام ماتش، وايه مركزك وسنك وطولك والكلام ده كله. كمان، دي تاسع نصيحه. النصيحه دي مهمه، خدوا بالكم. دي نصيحه مش تطوير مجهود، لا دي نصيحه خارجيه هتساعدك ان انت توصل ان انت تعمل عقد احترافي بشكل اسرع. انك يكون عندك وكيل لعيبه. دور على وكيل لعيبه معتمد ومش نصاب، مؤمن بيك، واثق بيك، يعني مؤمن بقدراتك. وان شاء الله هتوصل ان انت تبقى لاعب كره قدم محترف. اخر نصيحه والنصيحه العشرة هي خاصه بالاصابات. انك يكون عندك مرونه، تعمل التمارين اللي تخلي عندك مرونه. الاستيك، اشتري استيك من اي محل بتاع رياضه واعمل تمارين المرونه. خلي ركبتك مرنه، الضمه مرنه، كل جسمك مرن عشان تمنع الاصابات. الاصابات بتيجي من خشونه الجسم. الجسم مش متعود على على المد بتاع الرجل دوت، هو مش متعود عليه. فلما يحصل المد ده تتصاب. لو انت معود نفسك بالاستيك ان انت الاربطه بتاعتك بتتمد المدى دوت، مش هيجيلك الاصابات. فانت حاول تعمل كل حاجه تخلي عندك مرونه عشان ما يجيلكش اصابات، عشان ناس مواهب كتير بطلت كوره بسبب الاصابات. كده فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. تنساش تعمل لايك وتستنى الفيديوهات اللي جايه، عشان الفيديوهات اللي جايه اقوى واجمد واجمل. سلام.